لو بتدور على كورسات محادثة باللغة الإنجليزية كاملة ومرتبة ومشروحة فأنت في المكان الصح. وأهلا بيك في درس جديد من كورس محادثات. الكورس اللي بديلك فيه محادثات من الحياة الواقعية. المحادثات هنا بيني وبين ناس حقيقيين عشان أحل لك مشكلة التحدث. خليك معايا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي كرولوس وأنت بتتفرج على قناة ديميستيفاي إنجلش على اليوتيوب. لو أنت من الناس الجديدة معانا يا ريت تجيب الكورس بالترتيب. حلقات الكورس ده وأي كورس موجود على القناة هتلاقيه مرتب بيبني على بعضيه. أنا مش بحب العشوائية وحقيقي العشوائية عمرها ما توصلك لأي حاجة. ولو مش عارف طريقة عمل الكورس خليني أشرحه لك كده في ربع دقيقة. الأول أنا بديلك المحادثة من غير نص إنجليزي أو ترجمة علشان تسمعها. المحادثة دي بتكون بيني وبين شخص تاني أو شخصين تانيين خالص. بعد كده هتلاقيني برجع لك مرة كمان وأشرح لك المحادثة. طبعا الشرح بيكون شامل الجرامر وطريقه النطق وهكذا. وفي المره الثالثه هتلاقيني بحط لك المحادثه ومعاها نص انجليزي او ترجمه. كل المطلوب من حضرتك في المره الثالثه انك توقف وتاخد طرف في المحادثه. ده مهم جدا مهم جدا انك تخلي المحادثه تفاعليه. طيب عشان ما اطولش عليك واطول على الناس اكتر من كده تعال نشوف المحادثه اللي معانا. طيب زي ما قلت لك تعالى نسمع المحادثة من غير أي ترجمة أو نص إنجليزي وشوف نفسك هتفهم بنسبة كام، وأنا أرجع لك عشان أشرح لك المحادثة. I am so hungry. I am hungry too. How many more minutes until lunch? 30 more minutes. That is too long. I know. I hear your stomach growling. Do you have any food in your backpack? I have a bag of chips. Can I have some? Maybe next time. Wait, why not now? Because I'm going to eat the chips. طيب أنا قلت الأول I am so hungry. I am so hungry. I am so hungry. كلمة hungry يعني جعان، وكلمة so هنا في المثال ده معناها زي كلمة very بمعنى جدا. يعني أنا بقول أنا جعان جدا. يعني كان ممكن برضه أقول I am very hungry والمعنى هيكون واحد. فهي ردت وقالت I am hungry too. I am hungry too. الجملة دي سهلة مش محتاجة شرح، بس خليني أقول لك إن كلمة to هنا معناها أيضا. يعني هي تقصد تقول وأنا أيضا جائعة، أو بالمصري أنا كمان جعانة. فأنا رديت وقلت How many more minutes until lunch? How many more minutes until lunch? لما بتكون بتسأل عن رقم بتقول how many يعني كم عدد. مثال من خارج المحادثة How many people are there? How many people are there? وده سؤال بمعنى كم عدد الناس هناك. يعني بالمصري في ناس هناك قد ايه. كلمة until يعني حتى، و lunch يعني الغداء أو الغداء. يعني الاتنين مع بعض معناها حتى الغداء أو لحد الغداء. فهنا السؤال بيقول how many more minutes until lunch؟ يعني كم عدد الدقائق المتبقية حتى الغداء، أو باقي كام دقيقة لحد الغداء. أنا كنت جعان جدا زي ما أنت شايف. فهي ردت وقالت 30 more minutes. 30 more minutes. كلمة 30 معناها 30 اللي هو رقم 30. وخد بالك من نطق ال TH هنا، قولها كده 30 30 أو 30 30. وكلمة minutes ودي جمع هنا ومعناها دقايق. وكلمة more ليها أكتر من استخدام. الاستخدام اللي معانا هنا ومعناه أخرى، يعني الجملة كلها 30 دقيقة أخرى أو 30 دقيقة كمان. فأنا رحت رادد عليها وقلت that is too long. That is too long. احنا قلنا ان كلمة too بتعادل very بمعنى جدا، و long معناها طويل. معنى الجملة هذا طويل جدا. هو ايه اللي بقى اللي طويل؟ الوقت. ال 30 دقيقة اللي هي قالت لي انهم باقيين. تخيل بالمصري كده انا بقول لك باقي 30 دقيقة وانت جعان جدا، فرديت عليا وقلت ده طويل جدا او ده يعني وقت طويل جدا. وعلى فكرة كلمة long اي نعم معناها طويل لكن مش بنستخدمها مع الطول العمودي. تعال افهمك. مثلا انت شايف صورة التعبان دي؟ ده كده طويل بس طويل افقي لانه طويل لكن مازال على الارض. فممكن نصف التعبان ده ونقول the snake is long. The snake is long. يعني الثعبان طويل، لكن الشجر مثلا أو الإنسان ما أقدرش أستخدم كلمة long معاهم لأن طولهم اسمه طول عمودي أو رأسي مرتفع عن الأرض. كلمة طويل اللي بنستخدمها في الحالات دي هي tall. tall يعني ممكن أقول Mike is tall. Mike is tall بمعنى مايك طويل. طيب نرجع للمحادثة. بعد ما قلت لها إن الوقت ده طويل جدا هي ردت وقالت I know I hear your stomach growling. I know I hear your stomach
growling. كلمة I know يعني أنا أعلم، وكلمة hear يعني يسمع. مع بعض I hear يعني أنا أسمع، وكلمة stomach اللي هي المعدة بتاعت الإنسان أو المعدة بشكل عام بتاعت الحيوان أو بتاعت أيا كان، وكلمة growling اللي هي صوت الكركرة. اسمع كده. معنى الجملة على بعضيه: أنا أعلم أسمع معدتك تكركر، أو بالمصري أيوة أنا عارفة أنا سامعة صوت معدتك بتصوصو. بس طبعا هما مش بيقولوا تصوصو دي، هما بيستخدموا الكركرة، وعلى عموم صوصوة كركرة مش فارقة كتير. بعدين أنا رديت عليها وقلت Do you have any food in your backpack؟ Do you have any food in your backpack؟ الجزء ده على بعضيه كده Do you have معناه هل لديك، بس طبعا في تفاصيل كتير في القاعدة دي مش هينفع أشرحها هنا، وإلا هتكون حلقة قواعد مش حلقة محادثة، فخد بس اللي بديهولك هنا، لكن أوعدك بشرح كامل ليها لما أكمل في كورس القواعد. وكلمة any يعني أي، كلمة backpack اللي هي حقيبة الظهر اللي شكلها كده. معنى الجملة: هل لديك أي طعام في حقيبة الظهر الخاصة بك؟ يعني هي بتقولي أنا سامعة معدتك بتكركر أو بتصوصو، فأنا قلت لها معكيش أي أكل في شنطة الظهر بتاعتك؟ بعدين هي ردت وقالت I have a bag of chips. I have a bag of chips. كلمة bag لوحديها يعني شنطة اللي هي شكلها كده، وعلى فكرة ممكن يكون الشنطة البلاستيك اللي شكلها برضو كده. وكلمة chips لوحديها يعني شيبسي اللي هو ده، و bag of chips يعني كيس من البطاطس الشيبسي أو كيس شيبسي. معنى الجملة على بعضيها: لدي كيس من رقائق البطاطس أو معايا كيس شيبسي. فبما إني جعان رديت وقلت Can I have some؟ Can I have some؟ لما بتقول Can I أعمل حاجة ده أسلوب طلب، بمعنى ممكن أو أستطيع أعمل كذا كذا. في المثال ده أنا قلت Can I have بمعنى هل أستطيع الحصول، وكلمة some يعني بعض بمعنى هل أستطيع الحصول على بعض. هتسألني وتقول لي بعض إيه؟ هقول لك هو إحنا بنتكلم عن إيه؟ مش هي قالت إن معاها كيس شيبسي، فأنا أكيد أقصد بعض من الشيبسي. بس أنا عذرك لأن الجملة دي المفروض ليها كمالة، لكن المعنى باطني مش موجود في الجملة لكنه موجود بشكل باطني. يعني الجملة كمالتها كده: Can I have some of your chips؟ Can I have some of your chips؟ يعني هل يمكن الحصول على بعض من الشيبسي الخاص بك؟ على فكرة أنا قاصد أقول لك الاختصار بتاعها ده مش كسل ولا حاجة، لأن الناس بتتكلم كده وبنفهم من السياق. حتى بالعربي لو قلت لي أنا معايا لب وأنا قلت لك هات شوية، مش هيكون قصدي هات شوية شاي مثلا أو مية، أكيد أقصد من اللي معاك اللي هو لب. فهي ردت وقالت maybe next time. maybe next time. كلمة maybe يعني ربما، والكلمتين دول next time يعني المرة التالية. الجملة كلها يعني ربما المرة القادمة، يعني يمكن المرة الجاية، أو من الآخر لأ. فإيه الرخامة دي بقى؟ فأنا رديت وقلت wait why not now. wait why not now. كلمة wait يعني انتظر، why not now لماذا ليس الآن. الجملة على بعضها انتظر لماذا ليس الآن. خد بالك لما قلت wait بمعنى انتظري، أنا ما قلتهاش عشان أقول لها انتظري، هي ما كانتش بتجري. عارف أنت لما حد يقولك على حاجة وأنت تقول استنى كده ليه لأ، هو ده المعنى الباطني ليها. طيب تعال نشوف ردها هي قالت إيه. Because I am going to eat the chips. Because I am going to eat the chips. كلمة because يعني لأن أو بسبب. I am going to بين قوسين لها شرح مفسر بإذن الله، معناها أنا سوف أفعل كذا كذا. على فكرة هي كان ممكن تقول because I will eat the chips، والمعنى واحد. مش بقول لك رخامة، هي بتقول لي لأني سوف آكل الشيبسي اللي هو علشان أنا رايحة أكله. سبب مقنع بصراحة. تعال بقى نشوف المحادثة مع النص الإنجليزي والترجمة العربي، وشوف هتتفاجئ إزاي إنك فاهم كل حاجة من غير ترجمة ولا حتى نص. ما تنساش تاخد طرف في المحادثة. I am so hungry. I am hungry too. How many more minutes until lunch? 30 more minutes. That is too long. I know. I hear your stomach growling. Do you have any food in your backpack? I have a bag of chips. Can I have some? Maybe next time. Wait, why not now? Because I'm going to eat the chips. طيب انت وصلت معايا لنهاية الحلقة. لو عندك اي طلب او اي استفسار يا ريت تسيبهولي تحت في الكومنتات وانا هرد عليك ان شاء الله. شكرا جدا للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.